وازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهارده يا شباب عندنا اخبار عالمية، اخبار مدوية، اخبار هتفرح كل الزملكاوية. وطبعا يا شباب عندنا اخبار اسطورية حرفيا، اخبار يا جامدة، اخبار جامدة حرفيا. ف الاخبار دي عايزة منك ايه؟ وعشان بتعب عشان اجيب لك الاخبار دي، عايز منك ايه؟ حاجة صغيرة جدا، حاجة صغيرة قوي. بس هتنزل تحت، تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. وطبعا يا شباب اول اخبارنا النهاردة وهو تيدي اوكو. ايوه زي ما سمعت كده، تيدي اوكو هو اول صفقات نادي الزمالك. بالظبط، هو اول صفقات مش اول صفقات نادي الزمالك، عفوا. تيدي اوكو هو الصفقة الأجنبية التانية لنادي الزمالك بعد شيكو بانزا. أيوة، تيدي أوكو ده جناح يمين بيلعب برجله الشمال، عنده مساهمات عالية جدا ومساهماته أسطورية وهيفيد نادي الزمالك جامد جدا. تيدي أوكو لاعب فرنسي، بيدخل للعمق برضو، يعني هو لاعب مش جناح يمين وخلاص، لا هو جناح داخل العمق برضو، فهيفيد نادي الزمالك والزمالك بيحب الأجنحة دي. وهيكون عم البالونة، طبعا انتوا عارفينه، مش عايزين نتكلم كتير. بس يا جدعان، تيدي اوكو لاعب جامد حرفيا. وزي ما قلنا انه جفالي هيطلع اعارة، يا اما في الدوري المصري يا اما في الدوري التونسي زي ما كان، بس هي اعارة ان شاء الله ومش هيتباع عشان لاعب كبير ولاعب ليه مستقبل والزمالك محتاجه. والزمالك مش هيفرط تاني في لعيبة صغيرة، يعني اللي كان بيحصل زمان واللي هو ان احنا نتفرط في لعيبة صغيرة وكده، ده مش هيحصل تاني. وده احسن خيار من جون ادوارد اللي عامل نجاحات اسطورية الموسم ده والميركاتو ده طبعا. وانا بالنسبة لي تيدي اوكو يعني اديله كم من 10، هديله 1,000,000 من 10. صفقة جامدة، صفقة اوروبية، صفقة من المدارس كده الاوروبية الفرنسية، يعني واحد سريع وفينيشر عنده وبيعمل اسيستات وتمريراته اسطورية حرفيا. اتفرج على فيديوهاته وهتلاقيه لاعب جامد جدا. تمام، وكده خلصنا اول اخبارنا وهو تيدي اوكو. وتاني خبر معانا وهو هيفرح كل الزملكاوية لا محالة، مفيش، لو انت زملكاوي هتفرح غصب عنك. مصطفى شلبي خلاص ودع النادي وخلاص برا الى البنك الاهلي، زي ما انتم شايفين اهو برا الزمالك. مصطفى شلبي خلاص هيمشي عن الزمالك الموسم ده، واخيرا 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 مصطفى شلبي خلاص برا النادي، وهيجي مكانه لاعب رقم 6 وهو احمد ربيع، اللي هو احسن منه مليون مرة واحسن من اي حد هيكون موجود حاليا جوه نادي الزمالك. بيلعب 6، احسن من اي حد بيلعب 6. ما تقوليش دونجا ومش عارف ايه، لا احنا ما عندناش غير دونجا اصلا، وهيكون احسن منه، هو احسن من دونجا، وهيمضي مع الزمالك 5 سنين. عايز اكتر من كده؟ يعني طلعت مصطفى شلبي وهتجيب مكانه احمد ربيع، انت بتتكلم في ايه؟ يعني جون ادوارد عمل صفقة اسطورية، انا بسميها صفقة تاريخية حرفيا. فالحاجة دي بسطاني لحد دلوقتي، وانا فرحان انه خلاص مفيش مصطفى شلبي بعد كده، مفيش الفرص السهلة اللي بتضيع، مفيش الاستلامات الغلط، مفيش كل ده.
وبس كده. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة وتحط لايك. وسلام.